اظن ان بورسعيد البلد الوحيده اللي ليها طقوس خاصه في احتفالاتها بشم النسيم. افتكر واحنا صغيرين لما كنا بننزل قبل شم النسيم بيوم كده ونقعد نلف ونتفرج على الانيمبي وهما بيحرقوا في الشارع، بجد كانت ايام حلوه. تاني يوم الصبح كنا نصحى نروح الجناين ونعمل فيها خيمه وناكل بقى فيها الفسيخ والرنجه والمنجقونه. النهارده عامله لكم المنجقونه بطريقه سهله جدا، يلا بينا نشوف الطريقه ونقول بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه هعملها وهي اختبار الخميره، وهو عباره عن كيس خميره فوريه وعليه معلقه من السكر وشويه ميه دافيانين. اهم حاجه الميه تكون دافيه، ما تكونش لا ساقعه ولا سخنه قوي. تمام كده. هفضل ان انا اقلب الخميره كويس جدا، وبعد كده بغطيها وبسيبها حركه 5 دقايق كده. بتلاقوها انها طلعت رغاوي، دي معناها ان الخميره شغاله. لو لقيتوها ما طلعتش حاجه اعرفوا ان الخميره بايظه. هنركن بقى الخميره كده على جنب، وبعد كده هنجهز الدقيق اللي هي المكونات الجافه. الاول جبت كيلو من الدقيق، ده دقيق متعدد الاستخدام. تمام كده. بحط عليه كيس من البيكنج باودر ورشه من الملح. هسيب لكم المقادير بالتفصيل في اول تعليق علشان خاطر ايه ما تتلخبطوش. عاوزه اقول لكم ان انا جايبه الدقيق ده من عند محل بتاع مستلزمات الحلويات، اللي هم اللي بيبيعوا الكريم شانتيه والشوكولاته الخام والحاجات دي. تمام. هحط كده بقى عليها حاجه تطعمها، وهو معلقتين كبار من اللبن البودر، وده برده انا جايباه من عند بتاع مستلزمات الحلواني اللي هو سايب، بيتباع سايب، بيبقى طعمه حلو جدا. هنيجي هنا نجهز المواد السائله، وهي عباره عن بيضتين. البيضتين يكونوا بدرجه حراره الغرفه. تمام كده. حطيت عليهم كيسين من الفانيليا، وحطيت كمان عليهم معلقه كبيره من الخل. هميكسهم كويس جدا مع بعض. هبدا ان انا اربهم كويس جدا. تمام. هنا الخميره هي اختمرت بسم الله ما شاء الله. شايفين الرغاوي؟ شايفين طلعت ازاي كده لفوق ونفشت كده؟ معناها ان الخميره شغاله كويس جدا. بعد كده هنزل عليهم بنص كوبايه من السكر وهربهم كويس. مش شرط بقى ان احنا نضربهم في الخلاط او يكون السكر باودر، براحتك خالص في الخطوه دي، لان كده ولا كده السكر بيدوب. هنا بقى لو عندك زبديه حطيها، او معلقتين كبار من القشطه، بس انا الصراحه ما كانش عندي فما حطيتش. بعد كده حطينا نص كوبايه من الزبده على الزيت، او لو ما عندكيش زبده حطي نص كوبايه سمنه، لو ما فيش سمنه حطي نص كوبايه زيت كده. بس الزبده بتديها طعم حلو، او السمنه برده هتديها طعم حلو. واهم حاجه لو هتستخدمي زيت يكون نوع الزيت يكون نضيف شويه. تمام. بعد كده هبدا ان انا امكس بقى المكونات السائله على الجافه ونحطهم مع بعض. وهنعجن بايه؟ هنعجن بلبن يكون دافي، يعني ما ينفعش نحط عليها لبن سقعان، لازم اللبن يكون دافيان. تمام كده. بعد كده هنبدا بقى اللي احنا نعجن كويس، واهم حاجه مده العجن. ويا سلام بقى لو عندك عجان هيوفر عليكي كتير جدا. ربنا يرزقنا كلنا كده ان شاء الله، ونشتري قريب قوي عجان لكل واحد بيتفرج على الفيديو دون. ليه بقى؟ لان من اهم مسببات نجاح العجينه انها تتعجن كويس جدا. يعني انا فضلت حركه ربع ساعه اضرب فيها. بعد كده وصلت للقوام اللي انتم شايفينه ده، بيبقى القوام طري كده. وبعد كده بسيبها تخمر، وببدا بقى اللي انا اشكلها واقسمها. قعدت قد ايه تخمر يا ساره؟ اقل حاجه ساعه تسيبيها تخمر. انا كان المفروض برضو اسيبها اكتر من كده انها تخمر، بس انا عشان مستعجله عشان اعمل لكم الفيديو بسرعه، فما استنيتش الصراحه عليها انها تخمر كتير يعني. فطبعا زي ما انتم شايفين التقسيمات اللي انا عملتها دي عملتها ازاي علشان خاطر برضو تعمل طبقات حلوه كده من جوه. بعد كده بكورها بقى باي اشكال انتوا عايزين تعملوها اعملوها. انا عملتها، بدات اللي انا اعملها كور، وعملتها اللي هو الشكل بتاعنا المعتاد اللي هو الحلزوني ده. واحنا صغيرين طبعا بقى كنا بنقعد نعمل حروف وضفاير وحاجات قمر كده زينا. بجد بجد كانت من احلى الايام واحلى الذكريات اللي مرينا بيها، وهي كانت ذكريات شم النسيم الجميله. وطبعا كنا بنقعد نستنى ماما انها تعملها عشان خاطر نقعد نلغوص ونعمل في العجينه اشكال اللي احنا عاوزينها براحتنا وحروفنا بقى وكل حاجه. وش العجينه هندهنه بايه؟ عندكم 3 اختيارات، يا اما تدهنوه بزبده، يا اما تدهنوه بزبده على لبن، يا اما تدهنوه بلبن، يا اما تدهنوه بصفار بيض مع لبن. عايزين ترشوا من فوق الوش سكر زي ما انا عملت كده في بعضها. لو مش عايزين تحطوا حاجه خالص برضو بتبقى حلوه، في كل احوالها بتبقى زي السكر وزي القمر. ولو عايزين تحطوا بيضايه هتحطوا بيضايه مسلوقه في النص. اهم حاجه البيضه تكون مسلوقه قبل ما تدخلوها الفرن، ما تحطوهاش نيه. وبكده خلصت طريقه المنجقونه البورسعيدي. لو عارفين سموها منجقونه ليه اكتبوا لي في التعليقات. واهم حاجه ما تنسوش تكتبوا لي بتتابعوني منين، ولو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. انا ساره جمال من بورسعيد. باي باي حلوين. بابا حميتوس لايك.